تمام منتصف النهار بإذاعة الجزائر من الوادي والمغير. الأخبار. السلام عليكم سيدتي سادتي، أهلا بكم إلى هذه النشرة، وفي المستهل إليكم العناوين. دورة فيفري للتكوين والتعليم المهنيين تنطلق اليوم بفتح عديد التخصصات التي تستجيب لحاجة السوق ورغبة المتربصين. العيد عقاب في تقديم الأخبار. يخرجها عز الدين وينفذها التقني سليمان. أهلا بكم. تميز دخول دورة التكوين المهني لشهر فيفري 2024 هذا العام بتكريس الرقمنة وفتح تخصصات جديدة تستجيب لحاجة السوق ورغبات المتربصين. وبالمناسبة أشرف صباح اليوم الوالي سعيد خروف على افتتاح الدورة من مركز التكوين المهني حميم بشير بالواد. حفل الافتتاح تضمن كلمات لمسؤولي القطاع ومعارض لإنجازات وإبداعات المتربصين، وكذا تكريم المتفوقين من المتربصين في الدورات السابقة، بأيضا إبرام اتفاقيات مع عديد القطاعات. تقرير الزميل مسعود ارتيمة. تحت إشراف والي ولاية الواد السيد سعيد خروف تم هذا الصباح افتتاح الدورة التكوينية فيفري 24 و2000 بمركز التكوين المهني المجاهد حميم البشير للبنات. بداية حفل الافتتاح وعلاوة على المراسم المعتادة كانت بكلمة لوزير القطاع وإعلانه على افتتاح الموسم التكويني عبر تقنية التحاضر عن بعد، لتعطى إشارة انطلاق مراسم الافتتاح المحلية التي كانت بتقديم عرض عن القطاع لزوار من قبل مدير القطاع بالولاية السيد محمد زيان، الذي قال أن أزيد من 6000 بين متربص ومتمهن مستمر وجديد ستعرفها هذه الدورة، موزعة حسب المدير كما يلي: 1578 جدد موزعين كما يلي. التكوين الحضوري الأولي 2087 متكون. تكوين عن طريق التمهين 3037 متكون. الدروس المسائية 465 متكون. التكوين عن طريق المعابر 116 متكون. الوسط الريفي 179 متكون ومتكون. تكوين المرأة الماكثة في البيت 185 متكون. التأهيل الأولي 249 متكون. نزلاء في المؤسسات إعادة التربية 110 متكون. تكوين المستفيدين من منحة جهاز البطالة 298 متكون. في إطار تنفيذ جهات تصديق على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة لسنة 2023 تمت المصادقة على تأهيل 121 ممتحنا في 35 وحدة كفاءة مهنية. بعد هذا تم تكريم عديد المتخرجين المتفوقين في الدورة التكوينية السابقة سبتمبر 23 و2000، وختمت مراسم حفل الافتتاح بإبرام اتفاقية بين قطاع التكوين وقطاع الصحة يقول عنها مدير الصحة بولاية الواد السيد علي غربي. الاتفاقية هذه تندرج في إطار يعني اتفاق الوزارتين، وزارة الصحة ووزارة التكوين المهني. يعني الوزارتين تولي اهتمام كبير لمجال التكوين، وما هذه الاتفاقية إلا دليل على أن السلطات العليا في البلاد معناها تولي أهمية كذلك لهذين القطاعين المهمين، قطاع الصحة وقطاع التكوين المهني. كما عرف حفل الافتتاح إقامة عديد الابتكارات المنجزة بمختلف المراكز، والتي منها مركز التكوين المهني برقيبة الذي عرض 3 ابتكارات يحدثنا عن إحداها أحد أساتذة المركز. قمنا بعرض 3 مشاريع مع متربصين. المشروع الأول وهو عبارة عن تستير دنجكتير اللي هو يسيل الحقينات تاع السيارة تاع البنزين، يقوم بالتجربة على هذه الحاقن اسكو يكون منها مليح مش مليح. كان حاقنات تكون منها بلوكيه ما تخرجش لليسونس اصلا، وكان تخرج بكميه اكثر. احنا باش نفيتو ان نبدلوا الحاقن لازم نديروا له تيست قبل ما نبدلوه، قادر يكون صحيح والالكتريسيان يقول لك بدله. في الحاله هذه لا، احنا نديروا له التيست. هذه الجهاز هذا ربحنا به جائزه ولائيه وجهويه وطلع حتى الوطني.
تذكير في الأخير بأبرز ما جاء في النشرة. دورة فيفري للتكوين والتعليم المهنيين تنطلق اليوم بفتح عديد التخصصات التي تستجيب لحاجة السوق ورغبة المتربصين. أشكركم سيداتي سادتي على كرم المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي وتحية عز الدين وسليمان، دمتم بخير وإلى اللقاء. لمزيد من الأخبار وأهم البرامج تابعوا صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الوادي.